يعني عن كندا وعن أوروبا أو عن أمريكا بشكل عام. عن جد هي أكبر أكذوبة تلحق العرب أو بتلحق طموح. يعني شو بدي أحكيها؟ يعني هلا اللي عنده هدف أموره ميسرة سبحان الله، بس بالنسبة لنا أنا حسيتها كذبة. حسب الصورة اللي شفناها أو التصور اللي شفناه أو حسب ما حكونا العالم ما طلع يلي كنا عم نفكر فيه. ما بعرف، كنا عايشين بكذبة تركض ما عم تلحق. التزامات كتيرة، مواعيد كتيرة، ما بعرف، ماني مرتاح للموضوع. على كل حال هذا قدر الله، نحن راضيين بحكمته. طبعا اللي عنده هدف او اللي معه اللغة، يمكن ما معي اللغة عشان هيك بحس صعوبة كتير، ما بعرف يعني. وغير هيك، والكذب الأكبر وقت ما واحد أو أشخاص أو ناس يحكوا لك إنه حصير هيك وحتعمل هيك وراح تنجح هيك وتساوي هيك، ويطلع كله كلام كذب بكذب بكذب. مشكلة. أو ناس هي بين قوسين يقولوا لك تعال هون ونحن حنكون جنبك ونساعدك ونحن معك، وشو بدك مصاري وشو بدك أغراض وشو بدك نحن نساعدك، بيطلعوا كلها خير فاشوشي، كله كذب بكذب بكذب. وهن أكبر أكذوبة، عايشين بأكذوبة كبيرة. بس على كل حال نحن رضانين نصيبنا وهيك الله كاتب لنا، وإلا ما نرجع يا عبلادنا. إن شاء الله يا رب يجمعنا بناسنا وحبايبنا يا رب. هدول كانوا علقانين هالكلمتين هون، هن شغلتين، إنه كندا أو أوروبا أو أمريكا هي أكذوبة كبيرة وليس حلمنا. والشغلة الثانية الناس اللي بتضحكوا على الناس، اللي بيحكوا تعالوا هون ونحن معكم، وهن الأكبر كذابين. أو بيتخلوا عن واحد أو بيتخلوا عن الناس، والله بعرف ليش هيك عباد. بدنا ننتصر. تحياتي لكم. وبنصح كل واحد بده يسافر يتأكد أو يتحرى أو يعمل أي شيء، يعرف لوين رايح، لشو بده يعمل، شو بده يشتغل، شو بده يدرس. يتحرى منيح، يتأكد، ولا يعتمد على كلام الناس لأن كلهم كذابين. لا تزعلوا مني، هذا الواقع. طبعا في المناح وفي اللي بيوقفوا معك، ما بننكر هذا الكلام. في كتير ساعدوني، في كتير وقفوا جنبي، في كتير تخلوا عني. بس صعبة تكون انت متأمل بشي ويطلع شي تاني، هذا صعب جدا. فبتمنى كل واحد بيجي على البلاد هاي يتأكد. يعني مثل ذاك اليوم بعت لي واحد انه جاي له شغل بشركة كبيرة وكذا وراتب فلاني، انا دبت له باب النصيحة واقتنع مني كتير، والحمد لله نصحنا بوجه الله، ما كذبنا على الناس. اسمعوا كلامي منيح، إنه في آخرة.